وعارفه ان عصبيتك دي بسبب ان انت مضغوطه وخايفه من التسليمات ومن المسؤوليه اللي كلنا فيها. بس برضه باسلوبك ده هتخسري ناس كتير وتخرج بره حياتك. مش كل الناس هتستحمل طريقه الكلام دي. انت محتاجه تهدي شويه وتحاولي تتكلمي مع الناس باسلوب اهدى. بقول لك ايه بقى، خلاص اللي حصل حصل والموضوع اتعك. كده كده خلاص انا وهي شدنا مع بعض. اعتقد ان احنا مش هنعرف نتكلم تاني اصلا. شفتي يا بنتي، انا قلت لك ان انت قلبك طيب، وعارفه ان انت مش قصدك تخسري الناس ولا تزعلي حد بالطريقه دي. انا متاكده ان انت ممكن تكوني بتندمي اصلا بعد ما تتكلمي مع حد بالطريقه دي، وعارفه ان انت بتقولي ايه اللي انا بعمله ده. بس صدقيني الموضوع بيبتدي عندك. انت اللي محتاجه تهدي شويه وتتحكمي في انفعالاتك، على اساس ان تحكمي في انفعالاتي بالسهوله دي زرار بدوس عليه يلا تحكم في الانفعال. الموضوع بسيط. خدي نفسك ووقتك وفكري كويس قوي قبل ما تتكلمي او تردي على اي حد، وحطي نفسك مكان الشخص اللي قدامك، وحاولي دايما مش اي كلمه تخطر على بالنا نقولها. احنا لازم نقول الملائم والمناسب بس. وشوفي ايه اللي مضايقك في حياتك في المجمل وحليه واشتغلي عليه. جزء من العصبيه هي تراكمات